اليوم شرحنا على هذا التقسيم، انه اكو هوايه شباب دي يشتكون انه التقسيم يطق من هاي المنطقه، او ال 45 دي ينكسر عندهم، او التقسيم البوابه اللي دي يشدوه النازل مال الطابق الثاني دي يصير عندهم بكسر. اليوم راح نسلط وزن شد على هذا التقسيم حتى نشوف منه كم كيلو يتحمل يلا يطق. تمام شباب، هذا هسه الميزان حاليا صفر اذا تلاحظون. بدينا نشد هسه لحد الان عندنا تقريبا 80 كيلو وماكو اي مشكله. هنا المنطقه هذا الوزن دي يتسلط على هاي المنطقه، عندنا حاليا 83 كيلو وماكو اشكال. وصل عندنا 130 كيلو وماكو مشكله. حاليا 155 كيلو تسلط على هذه المنطقه، 155 كيلو او 160 كيلو شباب. يعني هاي هنا هسه انت ايش عندك؟ يعني عندك ما يقارب الثلاث اكياس طحين وما صارت عندك بيه اي مشكله. اذا تلاحظ راح ينخلع مننا من التانجيت وما انكسر مننا، وانت تلاحظ يبدي بالتنازل لانه انفتح من هاي المنطقه. فيا شباب 150 كيلو وصل عندنا وما طق، يعني المشكله مو بالفتنج، المشكله بطريقه التنصيب. راعي موضوع الكودات اللي تشتغل بيها، اشتغل ضمن السياق الصحيح، راح تحصل على منتج صحيح بنفس الوقت، راح يطلع عملك متقن 100%. فمن نقول لكم المشكله دا تصير بسبب عدم وضع صاموله الاصلاح اللي هي هاي بالانابيب النازله من الطابق الثاني. وكذلك عندنا هذني الاورنجات مال الاصلاح طبعا متوفره، هاي بكل القياسات 3 انش و4 انش و6 انش. هاي كذلك متوفره من سمارت هوم بثلاث قياسات 3 انش و4 انش و6 انش. ارجع وانوه دائما اقول انه انت من تشتغل بانابيب سمارت هوم اشتغلوا انت مأمن، لانه انابيب تعمل بقمه الجوده الالمانيه وتصنع بقمه الجوده الالمانيه. فالمشكله مو بالفتنج شباب، المشكله تكون عندنا بطريقه العمل، لذلك دا ينكسر.